هاي بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. بما ان ده اول فيديو ليا هنا على القناه، احب اعرفكم بنفسي الاول. انا اسراء، خريجه تجاره انجليزي وعندي 24 سنه، وان شاء الله اقدر افيدكم بالمحتوى بتاعي. في الاول خالص خلينا نتكلم عن عنوان الفيديو بتاعنا، وهو 10 عادات ايجابيه لتغيير حياتك للاحسن. خلينا نتكلم في اول نقطه، وهي الصحيان بدري. دي اهم نقطه انت ممكن تبداي بيها يومك. انا عايزه اقول لكم ان انا من فتره صغيره كنت ملخبطه جدا في نظام نومي. كنت بنام الصبح واصحى متاخر، وببقى مش قادره اصلا اصحى من النوم، وببقى قايمه تعبانه وما عنديش طاقه ولا عندي نشاط، وما كنتش ببقى قادره اصلا اكمل اليوم. ولما بدات اظبط نومي الموضوع ده فرق معايا جدا. تاني نقطه معانا وهي الصلاه. لازم عشان نبدا نغير حياتنا نفتح صفحه جديده مع ربنا، ونصلي كل صلاة في ميعادها، وناخد عهد جديد مع ربنا ومع نفسنا ان انا المرة دي يا رب انا هلتزم خلاص. ثالث نقطة معانا وهي قراءة القرآن، ودي نقطة مهمة جدا جدا. نحاول بس على قد ما نقدر ان احنا نقرا صفحة واحدة بس من القرآن، واحنا في المواصلات، في المترو، رايحين الشغل، راجعين من الشغل، بدل ما نقعد نسمع اغاني نقرا صفحة واحدة بس. الموضوع مش هياخد مننا وقت وهيقربنا من ربنا كتير. رابع نقطة معانا وهي الاستغفار والتسبيح. انا عايزه اقول لكم ان العباده دي من اقرب العبادات لقلبي بصراحه. الاستغفار بيديكي راحه نفسيه، والكلام ده مش انا اللي بقوله، ده كلام في القران. طول ما انت قاعده استغفري، الاستغفار بيوسع لك في الرزق، وبيفتح لك ابواب السماء، وبيخلي اي دعوه انت نفسك فيها تتحقق. حتى لما احنا بنسمع او بنشوف واحد نفسه في حاجه قوي، الناس بتقعد تنصحه وتقعد تقول له عليك بالاستغفار. كتر الاستغفار بيحقق لك اي حاجه انت عايزاها. وخامس نقطه معانا وهي الرياضة، سواء في الجيم سواء في البيت. في ابس كتير على الاب ستور تقدري تنزليها بتسهل عليكي التمرين في البيت. وكمان الرياضة بتغير النفسية 180 درجة للأحسن، وبتخليكي تفصلي عن التفكير الزايد. ده غير ان هي هتقدر توصلك للجسم اللي انت عاوزاه وبتحلمي بيه. سادس حاجة معانا وهي شرب المية، ودي نقطة طبعا لا غنى عنها. المية فوائدها كتير جدا للبشرة والشعر والجسم. تخلي البشرة طرية، وبتخلي الجسم طري ومترطب طول الوقت. كمان بتطري الشعر، كمان بتديكي طاقة لجسمك. سابع نقطة معانا، اتعلمي لغة انت بتحبيها. خدي فيها كورسات، اسمعي فيها بودكاست. انت ممكن تدخلي على البودكاست اللي عندك على الموبايل، تكتبي مثلا ازاي اتعلم انجليش، او ازاي اتعلم اللغة اللي انا بحبها، سواء انجليزي، فرنساوي، اسباني، ايطالي، اي حاجة تبيها في البودكاست. هيطلع لك قنوات كتير جدا بتعلم اللغة دي. هتلاقي نفسك مع الوقت بتتطوري فيها، وكمان من خلالها هيفتح لك ابواب كتير جدا. تامن خطوة معانا وهي القراية مهمة جدا وفوائدها كتير قوي. اول حاجة بتوسع من مداركك وبتزود من وعيك، بتخليكي تعيشي تجارب انت ما عشتهاش من خلال الكتاب اللي انت بتقريه. ده غير ان القرايه هتخليكي انسانه لبقه جدا، وهتخليكي تعبري عن نفسك كويس. فحاولي القرايه تكون في حياتك بشكل اساسي. تاسع خطوه معانا وهي اصنعي وقت لنفسك. حتى لو الوقت اللي انت بتقضيه ده في المطبخ، شغلي الراديو جنبك، شغلي بودكاست على حاجه تفيدك، شغلي قرآن، اذكري ربنا طول ما انت واقفه. واخر خطوه معايا وهي انسي كل الناس اللي انت بعدتي عنهم او هم بعدوا عنك لاي سبب. ابداي قولي لنفسك كلام حلو. كل ما تقفي في المرايه قولي لنفسك كلام ايجابي. الموضوع ده هيفرق معاكم جدا، هيزود ثقتكم في نفسكم، وهيخليكم تحبوا نفسكم اكتر. حسسي نفسك دايما ان انت تستاهلي ناس احسن من اللي انت بعدتي عنهم او هم بعدوا عنك. وبكده اكون خلصت فيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اتمنى تدعموني بلايك وكومنتات كتير حلوه. باي.